النهارده بشغل جديد من الشغل الفوري، حاجات كده عظمه بجد. البيزكس الامور دوت، بصوا ده موجود منه بستايلين، ستايل بنص كم وستايل بكم. وعلى فكره مش بيحرر خالص لان خامته طريه جدا. عايزين بس لايكات على قد ما تقدروا، وهوريكم الاشكال على الطبيعه. اول حاجه معانا ده تلتين كم مش نص كم. ده مقاس اول، بيلبس لحوالي 65 كيلو، وعادي جدا نقدر نخليه نص كم، مفيش اي مشكله. ومعانا اللون اللافندر، ومعانا اللون الاخضر الزرعي، وكمان معانا اللون الابيض. هوريكم برضو النص كم بتاعه بيبقى عامل ازاي، بصوا حلو قوي. ده المقاس الاولاني يا جماعه، مش المقاس التاني، فكل مقاس هوريكم الوان. معانا كمان اللون الفوشيا الترند الامور، بجد في اللبس بيبقى حاجه كده مختلفه. الليكرا بتاعته حلوه قوي، ستايله مريح في اللبس بامانه. بصوا بيبقى شكله عسول قوي. وكمان معانا اللون البيبي بلو، بس تفصيله مختلفه اللي هي تفصيله الاكس دي. شكله حلو والالوان هاديه وجميله. وكمان معانا اللون الزهري، ده في المقاس الاولاني. اما المقاس التاني هوريها لكم، بس انا عايزه افكركم بحاجه، ان احنا عندنا شحن القاهره وجيزه ومدن جديده، وعندنا شحن كمان للمحافظات. وفي حاله شحن المحافظات اي حد محتاج اوردر بيكلمني، بنتفق، وبعد كده بيحول المبلغ بتاع الاوردر، بشحن له الاوردر على طول. بمجرد ما بيوصل الاوردر بيدفع بس مصاريف الشحن. اما في حاله القاهره والجيزه والمدن الجديده، بيستلم الاوردر بيدفع الفلوس. ايه الفرق ما بين دول؟ احنا اتكلمنا في النقطه دي قبل كده، ان شركه المحافظات يعني لازم ان انا بيحصل لي، مش بيحصل لي باك اب، فبالتالي انا لازم اخد الفلوس من العميل. اما بالنسبه للشركات القاهره والجيزه والمدن الجديده، بيدوني فلوس الاوردر، وهما بيستلموا بس فلوس الاوردر من العميل مش اكتر. معانا بقى المقاس التاني، بيلبس لحد 100 كيلو. بصوا هو قد ايه كبير، حلو قوي بجد. واللكرة بتاعته حلوة، وطوله مناسب، طوله لغاية هنا، فطوله مناسب جدا، بيبقى شكله حلو في اللبس. ومعانا منه الزيتي، ده الاكس طبعا. بصوا كم كامل، واللي عايز نص كم يقدر يتواصل معايا عادي، اوفر لكم منه نص كم مفيش اي مشكله. ومعانا ده الزهري،